بص يا صاحبي، في فرق بتقع ما بتقومش، وفي فرق بتتعلم من الدرس كل مرة بتقع فيها وبترجع أقوى. وهنا بقى لازم نتكلم عن الأهلي اللي كل مرة بيقع فيها بيرجع ويدي دروس لكل المنافسين. أغلب الجمهور قال لك الموسم ده خلاص معانا مدرس ألعاب من غير ولا فكر ولا تكتيك ولا يفقه شيء، زود الحمل البدني وخلى الإصابات في كل حتة في الفرقة، وإحنا لسه في بداية الموسم. يا راجل حتى الأهلي وأنت بتتفرج عليه مش ده الاهلي بتاعنا اللي احنا نعرفه. لكن في لحظه وصولنا للسوبر هي اللحظه اللي الاهلي اثبت فيها ان في كل ازمه بيقدر يخرج منها بطل. بس ثانيه بقى كده يا صاحبي، الموضوع ده مش جديد والاهلي دايما بيتولد من الازمات، فتعالى نرجع ورا شويه ونشوف ده اتكرر مع الاهلي قبل كده ازاي. سنة 2005 وبعد إقالة مانويل جوزيه في ولاية أولى وتجارب فاشلة مع مدربين زي بوم فرير وتوني أوليفيرا، بيرجع جوزيه وبيبني جيل جديد والأهلي بيكسر الدنيا. جوزيه بيبني منظومة خلت الناس تقول ده إعصار مش فرقة كورة. أنت متخيل يا صديقي إن 31 نقطة كان الفرق بين الأهلي وأقرب منافس ليه في دوري 2005، وكمان كسبت الدوري من غير هزيمة. بيكسب كل حاجة، دوري، كاس، سوبر، أفريقيا، بيخلص على الأخضر واليابس وبيرجع الأهلي للسيطرة تاني، ومن هنا بتبدأ القصة.